أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. اليوم يا شعبنا الغالي والعزيز، حبيت قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لتونس، حبيت نوضح رأيي في الانتخابات هذه، وهو أنه أنا ما تدخلتش وما أعطيت حتى رأي ولا ميل للمنصف المرزوقي اللي مستحيل نميل له، ولا للباجي قايد السبسي، وخليت قعدت نوتر في الحكايه هذه وما تدخلتش. واذا لاحظتوا ما عملتش حتى فيديو طوال الحمله الرئاسيه، ليس لسبب ولكن لكي اضع واترك باب النقد اللاذع من قيس معالج لاي واحد فيهم مش يفوز، وخلي باب النقد مفتوح، ونعذب اللي مش يقعد في كرسي قرطاج، نعذبه إذا كان ما كانش صادق مع الشعب التونسي وصادق مع تونس العزيزة والغالية. اللي حبيت اليوم اللي ينتخبوا المنصف المرزوقي، حبيت نوضح لهم حاجة. يعني الحاجة اللي قاعد ندهش فيها هو أنه المنصف المرزوقي أنصار النهضة وأنصار يعني المتشددين دينيا هم اللي ينتخبوا في المنصف المرزوقي، ولكن ديما الشعب التونسي ذاكرته قصيرة، ذاكرته ما يتذكرش شنو اللي صار. مش نعمل لكم رافريشيسمون دو ميموار، ومش نعطيكم شنو اللي صار يوم 17 سبتمبر 2012. 17 سبتمبر 2012 في ذلك التاريخ، بعد الهجوم اللي صار على سفارة بنغازي في ليبيا، وهذا الهجوم هذا على السفارة هذيك بيه وعليه، وفما أسرار كبيرة على مستوى عالي قاعدة تكشف بشوية بشوية. والحاجة اللي صارت بعد الهجوم على سفارة بنغازي واللي مات فيها السفير الأمريكي وأربعة من مساعديه، جاءت الهجوم على السفارة التونسية وعلى السفارة الأمريكية بتونس وعلى المدرسة الأمريكية، وقع حرقها وكسرها، ونحاول علم متاع أمريكا من على حرمة السفارة الأمريكية وحطوا علم داعش. فما علي العريض اللي وقتها وزير داخلية ويمثل النهضة في الوقت هذاك، والمنصف المرزوقي اللي يتصدر قصر قرطاج ورئاسة تونس. وأنا ديما نقول وأني لا أعتبره رئيس لتونس، وهو كلب ابن كلب إرهابي وقائد إرهاب. في 17 سبتمبر 2012 يطلع أول واحد في تونس ويطلق كلمة إرهاب، وشددكم يا توانسة هذه الكلمة إلى يومنا هذا، وإرهاب إرهاب إرهاب. علاش أنا وقتها في نيويورك في الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت للمرزوقي وسبيته ونحيت له بوه الكلب وقلت له راه ما فماش إرهاب، لأنه هو قائد الإرهاب في تونس، وأي إرهاب جاي من راسه ومن تحته هو. علاش المرزوقي يعمل في الشيء هذا؟ لأنه يشتغل ويعمل لصالح أجندة أجنبية بقيادة مخابرات أجنبية معروفة لهدف معروف. المرزوقي سوف يزاح من الرئاسة، مش على خاطر التوانسة ما تحبش تنتخبه، لأن هذه المخابرات خدمت به وهو يحمل أسرارها، يحمل أسرار مخابرات أجنبية كبيرة. هذه المخابرات، ودائما في عمل المخابرات مستحيل ويتركوا أسرارهم عند واحد بهيم مصطك حمار بغل كما المنصف المرزوقي. سوف شنو يعملوا له؟ مش ينحيوه من الرئاسة وبعدين مش يقضيوا عليه، مش يقتلوه. المخابرات الأجنبية يا مرزوقي اللي انت خدمت تحتها سوف لن تتركك على قيد الحياة، وسوف تأخذ روحك إن شاء الله ياخذ روحك في أقرب وقت ممكن. نتمنى لك الشيء هذا. سبحان الله، نكره دين أمك الكلبة، استغفر الله سامحوني، نكره والدين بوك الكلب. المرزوقي أنت قائد إرهاب، وأنت إرهابي ابن كلب ابن كلب، وتاريخك وبوك اللي كان يمشي للمغرب ويلحس لملك المغرب أنت نفس الشيء. يعني ولد الفار يطلع حفار. يا كلب يا ابن الكلب يا مرزوقي، إن شاء الله يوصل لك المساج هذايا، ويلي انتخبوك فيقوا على وضعكم.
الحاجة اللي نوصي فيها الشعب التونسي في الوقت هذايا هو أنه فما يعني الشعب التونسي 11 مليون وشوية تقسمتوا على اثنين، فما ناس تحب النهضة وفما ناس تحبوا نداء تونس. يا شعب نصيحتي لك، حبوا تونس ولا تحبوا أحزاب، تلموا وتوحدوا، لأن في وحدتكم قوة، وفي وحدتكم العدو من برا ما يجمش يكسركم. الوصية الوحيدة اللي نوصيكم فيها مهما كانت شخصية رئيس الدولة، هو إنسان شخص يعمل ويخدم ويخلص سالير، ولكن تونس باقية وباقية وباقية، وشعب تونس باقي وباقي وباقي، ولازم يتوحد ويكون صلب لا ينكسر. هذه وصيتي للتوانسة، وبالله اللي يشوف الفيديو هذايا يعمل مزية يعمل له بارتاج وينشره لفضح المنصف المرزوقي وفضح علي العريض اللي هما أسباب الإرهاب في تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.